الشارع ده لا تقول لي مول العرب، لا تقول لي دبي، دبي شوبينج سنتر. الشارع ده اغلى شارع في العالم. 63,000 فرنك يا جماعه، 4 مليون جنيه. يعني دي عايزه كلى مع قوانيه وممكن مع فص ميت. احلى مسا على اخواتي بتوع المنشيه. 3-4 مليون يا همام. 3-4 مليون يعني ما اقولكوش. انا لو معايا حلق زي دوت الصراحه مش هلبسه. انا مش هعرفك تاني. مش هعرفك ابيعه وراه على نفسي. وزي ما بنقول رمضان في مصر حاجه تانية والرق على التفاصيل، برضه محطه القطارات في سويسرا حاجه تانية، والنهارده هوريكم التفاصيل. معنى كده ان في حد انتحر، في حد رمى نفسه قدام القطر، ان دايما قطاراتهم بتوصل في ميعادها وبتتحرك برضه في ميعادها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني. أنا علي هاني ودي قناة ديموس حول العالم. المرة اللي فاتت ما لحقناش نكمل الفلوج كامل في حلقة زيورخ، الوقت ما سعفناش، كان عندنا حاجات كتيرة المفروض نغطيها. فالنهارده إن شاء الله هنكمل الحلقة، والنهارده هنصور في 3 أماكن رئيسية. أول مكان الهاوفت بانهوف، هنصور في محطة القطارات الرئيسية. تاني حاجة هنصور في أغلى شارع في العالم بانهوف شتراسة، وهنصور في أغلى مول في العالم جلوباس مول. وتالت حاجة هنعمل جولة في المدينة القديمة الالتشتات، وهفرجكم الدنيا هناك عاملة ازاي. وزي ما بنقول رمضان في مصر حاجة تانية والرق على التفاصيل، برضو محطة القطارات في سويسرا حاجة تانية، والنهاردة هوريكم التفاصيل. تم بناء محطة القطارات الرئيسية في زيورخ سنة 1847 باعتبارها نهاية خط سكة حديد اسمه بوت ليبان الأسباني، وده أول خط سكة حديد يربط سويسرا كلها ببعضها. وكمان المحطة دي تعتبر محطة قطارات رئيسية، مش بس لأنها بتربط كل الكانتونات بتاعت سويسرا ببعضها، إنما كمان بتربط كل خطوط القطارات اللي بتوصل أوروبا كمان لبعضها، عشان خاطر سويسرا بتقع في قلب قارة أوروبا، فهي رابطة كل الدول الأوروبية كلها ببعضها. فالمحطة اللي احنا فيها دي تعتبر محطة رئيسية في جميع خطوط القطارات الموجودة في أوروبا كلها. وطبعا عشان اسكندراني وبعتز باسكندرية، محطة قطار اسكندرية تعتبر أقدم محطة قطار موجودة في الشرق الأوسط، وتعتبر تاني أقدم محطة قطار على مستوى العالم. المحطة بتاعت اسكندرية تم بنائها سنة 1856، وتم بنائها في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان هدفها اللي هي تربط القاهرة باسكندرية. فلو احنا بنتكلم وبنقول ان محطة قطار زيورخ اتبنت سنة 1847، فبرضه محطة قطار اسكندرية اتبنت سنة 1856، وده يدل ان المحطتين من اقدم واعرق المحطات ومن اقدم الشعوب اللي عرفت خدمة القطارات لمواطنيها. السويسريين دايما بيفتخروا بجودة القطارات عندهم، لذلك في اللغة الألمانية في كلمة اسمها بونكتليش. الكلمة دي معناها بالظبط، وده بصراحة عامل مشكلة لكل دول أوروبا، عشان خاطر لو عملت مقارنة بين خدمة القطارات وجودة القطارات في سويسرا وبين أي دولة تانية في أوروبا، بتبقى دايما المقارنة في صالح سويسرا، وده مصعب الموضوع زي ما قلت على جميع الدول الأوروبية. ودايما السويسريين هنا بيفتخروا إن دايما قطاراتهم بتوصل في ميعادها وبتتحرك برضه في ميعادها. ومش معنى كده إن القطارات في سويسرا ما تتأخرش، لا بتتأخر، بس لما بتحصل حاجة زي كده بتلاقي إن كل الناس اللي موجودة في المحطة بيعم عليهم حالة من الحزن، بيبقوا زعلانين جدا. معنى كده إن في حد انتحر، في حد رمى نفسه قدام القطر، وعشان كده القطر اتأخر. فلما دايما بنسمع في الميكروفونات في محطة القطار إن القطر هيتأخر، الناس بتبدأ تحط إيديها على قلبها مين مات أو إيه اللي حصل بالظبط، عشان هنا مشهور جدا إحدى وسائل الانتحار هنا اللي الناس بترمي نفسها قدام القطر. وبالتالي يعني دي من تجربه شخصيه انا حسيتها هنا، انا ما اقدرش اوصف لكم بتبقى الحاله عامله ازاي على الناس لما بنسمع ان القطر هيتاخر، معنى كده ان في حد توفاه الله. ومن ضمن الحاجات الجميله جدا هنا بصراحه ان حتى الناس اللي ربنا منحهم من نعمه البصر او فقيد البصر يقدروا يتعاملوا هنا من غير اي مساعده من اي حد، عشان خاطر المحطه بالكامل مجهزه للناس دي عن طريق خطوط بارزه في الارض لونها ابيض، بيقدر الكفيف يمشي عليها لحد ما يوصل للقطر ويركب من القطر وينزل من القطر برضه عن طريق الخطوط دي، فهو مش محتاج لمساعده من اي حد. ومن ضمن الميزه اللي موجوده هنا في محطه القطارات في سويسرا ان انت مش محتاج يكون معاك فلوس كاش عشان خاطر تعرف تستخدم الخدمه. انت عادي جدا ممكن اونلاين، انت لما بتطلع تركب محدش بيقول لك وريني تذكره ولا هتقعد فين ولا رقم الكرسي بتاعك فين،
بس من حين للاخر كده بيعملوا كنترول عشوائي، يعني بيطلع حد يفتش على التذاكر عشوائي، والتذاكر دي كلها بتبقى عن طريق الموبايل ابلكيشن، بتحجز اونلاين وبتدفع اونلاين وبتخش تستخدم القطارات دي. دلوقتي احنا نزلنا الدور الثاني او الدور اللي تحت، لسه في ادوار ثانيه تحت. هوري حضراتكم جوله ايه اللي موجود هنا، وهنوصل برضو لشريط القطر بحيث برضو نشوف الناس بتركب ازاي وبتنزل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين هنا في كل مكان بتلاقي مطاعم، بتلاقي اماكن الناس تقعد، وبعدين كمان مش شرط ان انت عشان تقعد لازم تشرب حاجه او تركب حاجه، لا انت ممكن تقعد عادي جدا من غير ما تاخد اي حاجه. هنا برضو كمان في كل اماكن تلاقي في هنا اماكن شحن بيشحن فيها التليفونات، الرقم بتاعك ممكن تحط حاجتك وتشحن التليفون بتاعك، او ليك خزنه معينه تحفظ فيها اللي انت عايز تحفظه بالرقم بتاعك، سواء بتأجرها شهري او بتأجرها يومي. بتخش هنا بتحط القيمه اللي انت عايز تحطها او الوقت، عايز تأجرها لمده يوم، عايز تأجرها لمده يومين، او عايز تعمل اشتراك سنوي بتيجي تعملها هنا، بيديك كارت بتعمله وبيفتح برضه معاك عن طريق الواير، عن طريق الوايرلس. وبرضه البتاع الخزنه دي بيبقى فيها شواحن برضه يو اس بي، وده بيبقى شكل الخزنه من جوه. عايز اقول لحضراتكم اصلا كميه الناس اللي موجوده في محطه قطارات زيورخ كتيره جدا جدا جدا، والناس دي مش سويسريين بس، الناس دي من كل انحاء اوروبا، عشان زي ما قلت لحضراتكم محطه قطارات زيورخ تعتبر محطه رئيسيه. اي حد رايح اي دوله في اوروبا او جاي من اي دوله في اوروبا لازم يعدي على زيورخ، عشان خاطر سويسرا في قلب قاره اوروبا. من ضمن الحاجات زي ما قلت لكم ان هنا طريقه النزول والطلوع من القطر مختلفه، مش زي ما احنا كنا متعودين في بلادنا العربيه او في معظم، يعني في مصر، انا هتكلم على مصر عشان خاطر انا من مصر. هنا في نظام او في قانون بيقول للناس ازاي تطلع وازاي تنزل من القطر. دايما الناس اللي نازله من القطر هي اللي هي الاولويه، وعشان كده الناس لما بتطلع تركب الناس بتقف على جانبي الباب، الجنب اليمين او الجنب الشمال، ودايما يسيبوا الجنب اللي في النص فاضي للناس تنزل منه. ودايما الناس كلها تنزل اول وبعد كده الناس تبدا تركب القطر من الجنبين. اوري حضراتكم ازاي الناس بتطلع وتنزل من القطر. لو حضراتكم ركزتوا ان دايما الناس بتقف تستنى الباب يفتح، وبعد كده يسيبوا النص دايما فاضي، الناس تنزل الاول وبعد كده الناس تروح داخله. بص طبعا هنا الدرجات في القطر هم درجتين بس، الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، والقطارات كلها حديثه جدا وليها معدل مده استهلاك معينه. بعد كام سنه القطارات دي يا اما بتتجدد وبتتحلل وبيعاد استخدامها تاني او بيعاد تطويرها تاني، او بتروح المتحف القطارات السويسري. ومن ضمن الحاجات الجميله هنا ان عاملين مسابقه كرة طايره، عاملينها في قلب المحطه في قلب البانهوف. طبعا الفريق الازرق هو اللي كسبان 8-7. انا بجد مش قادر اوصف لكم مدى التحضر والتقدم والرقي اللي الناس اصلا جايين يركبوا وسيله مواصلات عشان خاطر يروحوا اماكنهم او اشغالهم او بيوتهم ويلاقوا بطوله معموله، الدخول ببلاش، منظمين كل حاجه في المحطه، والناس تقعد تشجع وتستمتع باللعب وتستمتع بالمزيكا وتشجع الناس. وطبعا النهارده غالبا في يوم مميز هنا في زيورخ، فكل ما تمشي في اي مكان بتلاقي مسابقات وناس بيوزعوا شوكولاته وعصير ومش عارف ايه. ودلوقتي هبدا اخش اجرب حظي، يا عالم هكسب حاجه ولا لا، هنشوف. Aber richtig Pause oder wie? Ja, spät. ودلوقتي احنا وصلنا للجوله الثانيه بتاعتنا. الشارع ده لا تقول لي مول العرب
لا تقول لي دبي شوبينج سنتر. الشارع ده اغلى شارع في العالم. الشارع ده مش اي حد بيجي يعمل منه شوبينج، الاغنياء بس هم اللي بيجوا يعملوا هنا الشوبينج بتاعهم. هنا عادي جدا ممكن تخش محل تلاقي سلعه ثمنها مليون جنيه، ثمنها 10 مليون جنيه، ثمنها 100 مليون جنيه. لا هي مرسيدس مايباخ ولا هي بي ام اكس 6، سلعه عاديه جدا. بس الشارع ده معروف اللي هو اغلى شارع موجود في اوروبا. حتى كمان الشارع ده اغلى من شارع الشانزليزيه اللي موجود في باريس. ابقوا معنا هنوريكم جوله داخل الشارع. طبعا المكان ده ممنوع لاصحاب القلوب الضعيفه. يعني انت عشان تفكر تيجي تشتري حاجه من هنا انت قدامك حل من الاثنين، يا اما تسرق بنك يا اما تبيع كليه. ليه بقى؟ عشان خاطر الحاجه هنا الساعه عامله 25000 فرنك و17000 فرنك، يعني اقل حاجه عامله مليون، 2 مليون، 3 مليون، وفي حاجات بتوصل 200 و150 الف فرنك، يعني ممكن توصل معاك حوالي 15 مليون جنيه مصري. حاجه يعني بجد. فما تقنعنيش ان احنا هنعرف نشتري مننا حاجه. احنا اخيرا هنا نيجي نتفرج ونقول يا رب في الجنه ان شاء الله ارزقنا بالحاجات الحلوه دي. طبعا يا جماعه احنا وصلنا عند بابا المجال، رولكس، اغلى محل ساعات على مستوى العالم. همام تعالى كده، خش كده كلوز، والنبي 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 هات لي الساعه اللي جوه دي. مكتوب كام؟ 63,000 فرنك. 63,000 فرنك يا جماعه، 4 مليون جنيه. يعني دي عايزه كلى مع قوانيه وممكن مع فص من الكبد عشان خاطر تعرف تجيب الساعه دي. 63,000 فرنك. بس همام الحلقه ده عامل 43,500، يعني حوالي 3-4 مليون. 3-4 مليون يا همام. 3-4 مليون يعني ما اقولكوش. انا لو معايا حلق زي دوت الصراحه مش هلبسه. انا مش هنزل هعرفك أبيعه. تاني. انزل ابيعه وراه على نفسي. انزل ابيعه واشتري عربيه واشتري شقه، ويا لهوي هروح اتجوز تاني. والله. وهنعدي الناحيه الثانيه هنا على محل الشوكولاته، هوريكم طبعا. تعالوا معانا. ده يعتبر من اغلى واشهر محل شوكولاته موجود هنا في زيورخ. هنحاول نستأذنهم ان احنا نخش نصور. عايز اوريكم الاسعار بس ما تتصدموش. هنخش نستأذنهم ان احنا نصور يعني لو وافقوا. ودلوقتي هنخش نشوف الاسعار بتاعت الشوكولاته جوه عامله ازاي. ربنا يستر. طبعا يا جماعه الشوكولاته هنا ايه، اشكال والوان. شوكولاته بيضاء، شوكولاته سودا، شوكولاته بني، شوكولاته كراميل، شوكولاته بيستاشيو، اي نوع من انواع الشوكولاته اشكال والوان. هنا بقى جوده الصناعه السويسريه، دايما بيفتخروا بالشوكولاته السويسريه اللي موجوده هنا. انا هحاول بس الاقي الاسعار عشان هم لحد دلوقتي غالبا مش حاطين اسعار خالص، فهحاول اشوف اي حاجه عليها سعر. هنا لقينا حاجه دي وزنها 380 جرام، عامله 40 فرنك، يعني حوالي 3500 جنيه. عندك هنا برضو دي عامله، دي 160 جرام، عامله حوالي 30 فرنك، يعني عامله حوالي 2000 جنيه. دي برضو حاجه من الشياكه جدا. دي انواع مختلفه من الشوكولاته، شوكولاته بالفستق او بالبندق او بالمكسرات الكاجو. دي 100 جرام او 380 جرام، عامله بالظبط 40 فرنك، يعني حوالي 3500. نيجي هنا نشوف الناحيه الثانيه. في انواع هنا من المكسرات. طبعا المكسرات دي بقى حاجه نمره واحد. على سبيل المثال الكيس الصغير دوت عباره عن شوكولاته مكوره بالسوداني 110 جرام، عامله 13 فرنك. الشوكولاته طبعا اشكال كتيره، انواع كتيره جدا. بتبدا معاك من الحاجات الصغيره اللي انت ممكن تاخدها هدايا معاك وانت ماشي، للحاجات الكبيره اللي انت ممكن برضه تاخدها معاك هدايا. يعني مثلا دي حاجه شكلها شيك جدا جدا جدا، 320 جرام، انواع مختلفه من الشوكولاته، بس عامله 54 فرنك، يعني حوالي 3000 جنيه. بصوا يا جماعه، دي من الحاجه الكويسه جدا، حاجه بجد ملفته للانتباه. عده انواع من الشوكولاتات، شوكولاته بالبندق، شوكولاته بالسوداني، شوكولاته بالزبيب، شوكولاته بالبيستاشيو، بالكاجو، شوكولاته بالفراوله، وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا. انما سعرها حاجه بجد تخوف. 420 جرام ب 79 فرنك، يعني حوالي 5000 جنيه او 4000 ونص. ودلوقتي يا جماعه وصلنا لاغلى مول في مدينه زيورخ، جلوبوس مول.
المول ده يعني مشهور عنه اللي هو الاسعار بتاعته غاليه جدا، مش اي حد بيجي يشتري هنا، طبعا الاثرياء بس هم اللي بيجوا يشتروا المكان ده، عشان عادي جدا ممكن تلاقي بنطلون جينز عامل 10000 دولار او 8000 فرنك، ممكن تلاقي جاكيت ب 20 30 الف، ممكن تلاقي جزمه مثلا ب 50000 فرنك او 100000 فرنك، مفيش منها الا قطعه واحده او قطعتين على مستوى العالم. فكل الحاجات دي كلها مشهوره جدا هنا في المكان ده، فيلا بينا نخش. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم هنا معظم الحاجات اللي موجوده في المحل ده عباره عن فاشون، عباره عن براندات، سواء لبس كلاسيك او لبس كاجوال او احذيه او لبس رياضي او شنط، طبعا براندات عالميه، فانديتا، جوتشي، براندات كتيره جدا. زي ما حضراتكم شايفين برضه هنا قسم النظارات. انا برضه اول مره ادخل المكان، فعايز افرجكم معايا عادي جدا. ممكن عايز الاقي لكم اي حاجه يكون فيها سعر عشان اعرفكم الدنيا ماشيه ازاي والاسعار واصله لكام. نشوف اي حاجه. شانيل، فالنتينو، محلات اكسسوري. من ضمن الحاجات الغريبه هنا جدا ان انا بصراحه اتصدمت بيها اول ما جيت هنا سويسرا، ان هنا محلات الذهب مش بيبيعوا الذهب زي عندنا في مصر. يعني في مصر لو في حاجه عجبتك بتخش توزنها ويقول لك دي وزنها قد ايه ذهب، والذهب ده عيار 18 ولا 21 ولا 24، وقد ايه مصنعيه على كل جرام. هنا مفيش الكلام ده. هنا كل قطعه عليها سعر محدد، السعر ده لو انت حسبته مكتوب على القطعه مثلا وزنها 50 جرام، لو انت حسبته مثلا عاملين 50 جنيه، تلاقي القطعه مثلا متكلفه 100 جنيه. ال 100 جنيه دول 50 جنيه ثمن الذهب، وممكن 50 او 100 الضعف بتاع الذهب يكون مصنعيه. ما تسالش، هم هنا بيبيعوها كده. والاغرب بقى من كده اللي هم بيشغلوا دماغهم علينا، لما يجي بقى انت معاك ذهب من بره وعايز تبيعه عندهم، يجي ساعتها يوزنه لك بالجرام بس ويشيل منه المصنعيه، ما يشتروش منك زي ما هم بيبيعوا. انا فوتت الدور الثاني ده بصراحه، ما رضيتش اخش فيه عشان ممكن تيجي لي جلطه. يعني المول ده بتاع البرفانات وبتاع المكياجات، فانا بصراحه فوتته وقلت اطلع اشوف المول اللي بعده، عشان لمحت كده صباع روج عامل بتاع حوالي 2000 3000 فرنك، يعني ربنا ما يكتب عليكم يعني. انا مش عارف ده ايه، جاكيت ولا بليزر، بس انا بصراحه ربنا اتصدمت يعني. بصوا يا جماعه ثمنه كام؟ 1800 فرنك، يعني حوالي 110000 جنيه مصري. يا جماعه ما حدش يواجه الحاجات دي لبتوع الجلد بتوع المنشيه، عشان خاطر لو بتوع الجلد في اسكندريه يعرفوا الكلام ده هيخربوا بيتنا يعني. جاكيت جلد عادي جدا، جلد طبيعي. بصوا يا جماعه مكتوب كام؟ 3850 فرنك، يعني حوالي 300000 جنيه مصري. احلى مسا على اخواتي بتوع المنشيه. شايفين البليزر ده؟ 1150 فرنك، 70000 جنيه. شايفين القميص ده؟ 790 فرنك، 45000 جنيه. شايفين تيشيرت البولو ده؟ طبعا همام اكتر واحد يقول لنا الحاجات دي عشان هو كان عنده محل هدوم. 280 فرنك في تيشيرت بولو. ايه رايك يا همام؟ ارقام خزعبليه يا جدعان، تجيب صداع. والله العظيم انا جالي هبوط. على فكره يا جماعه عادي جدا هنا ممكن تبقى ماشي تعمل شوبينج وتقابل تلاقي مره واحده كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا مو صلاح ولا اي حد من الناس المشهوره دي بيجي هنا يشتري هدوم عادي. اصلا المكان ده معمول للناس دي اصلا. بصوا يا جماعه الجزمه دي شكلها شيك جدا، والديزاين بتاعها ايطالي، جلد طبيعي. 550 فرنك، 40000 جنيه. بصوا يا جماعه الجزمه دي بصراحه ذوقها مش عاجبني قوي.
بس بصوا سعرها عامل كام؟ 890 فرنك، 55,000 جنيه. بصوا هنا بقى يا جدعان في موضوع صعب بجد، يعني بعيدا عن الاسعار، انا كحد بلبس يعني. عارفين اليخت اللي بيبقى واقف في الغردقه راكن على جنب ده في المارينا؟ بص لابس يخت في رجلك قسما بالله. فهو عامل كام؟ 199 فرنك، يعني بتاع حوالي 12,000 جنيه. هو حلو والله الصراحه يستاهل. اول لما افك الفلوس اللي معايا عشان معاه مجمد، بس ان شاء الله بامر الله هشتريه. بس بجد يعني الفاشون كفاشون حاجه بجد صعبه جدا، ما شفتش كده. وعاملين من نفس القالب او من نفس الشكل جزمه، يعني ده مش جزمه، ده مش عارف يصابوه تقريبا، مش عارف بتقول عليه ايه. حاجه يعني انا وانا لابسها ممكن اعيط، يعني حاجه بجد صياعه 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 صياعه. فاشون بجد يا جدعان، فاشون بجد. اللي انتوا شايفينه في مصر ده مش فاشون، دي طبيخه حمضانه. همام انا عايز اسالك سؤال يا همام. اسال يا باشا، اسال. لو انت يعني ربنا كرمك وبقيت احد الاثرياء العرب، يعني ممكن تجيب حاجه زي كده وب 1000 فرنك ب 70-60 الف جنيه مصري وتمشي بيها في الشارع عادي؟ والله ب 60-70 الف جنيه جزمه برضو ده موضوع يعني ايه. انا مطرطش شويه بس يعني بخاف من ربنا. فلما يبقى في ناس مش لاقيه تاكل وبتجيب جزمه ب 200 جنيه واروح انا اجيب جزمه ب 60-70 الف جنيه، يعني غلط. اي نعم ان بنعمه ربك فحدث، ولكن ده مش كده، ده بذخ، وانا مش بحب البذخ الصراحه. وبعدين يعني ايه امشي ب 60 الف جنيه في رجلي؟ ده دول يجوزوا شاب. انا عندي اصحابي، عندك حسين وعندك عمرو وعندك ابراهيم، يعني 60-70 الف جنيه ده ممكن يفتح بيهم مشروع. فلا انا ما اعملش كده في نفسي، وما انصحش حد يعمل كده. انت لو هتمشي بما يرضي الله يعني هتنزه نفسك وهتصرف بس يعني مش 60 الف جنيه، يعني مش هدوس على 60 الف جنيه. ليه؟ رجلي دهب.